منتخب إسبانيا في مواجهة تاريخية من أمام أسود الرافدين المنتخب العراقي. 40 عاما من الانتظار انتهت أخيرا، فعاد أسود الرافدين إلى المكان الذي يليق به، إلى المكان الذي يستحقون بين كبار العالم، من دجلة والفرات إلى ملاعب المونديال. عاد العراق ليكتبوا فصلا جديدا من المجد من أمام منتخب إسبانيا بعد مواجهة كأس القارات في عام 2009. مباراة اللي انتهت بفوز منتخب إسبانيا بهدف دون رد لدافيد فيا. حكم المواجهة الدولي الألماني فلوريان باتشتومبر. من جديد تعود مرة أخرى داني أولمو. بورو مدافع سبيرز توتنهام يخطئ، ثم بعد ذلك الانطلاقه الان سريعه عراقيه خطيره عراقيه، كره عرضيه، الله على الكره الاولى، على التهديد الاول. الاسود تهدد الفوريا روخا. نعم كره في نص الملعب، تمريره للامام باتجاه فيران، يحاول فيها توريس، بعد ذلك لمسه ممتازه خطيره للمنتخب الاسباني داخل منطقه الجزاء، قويه، الله على كره في منتهى الخطوره، لكن باسل يستقصل. باسل يا باسل، ممتاز يا احمد باسل ينقذ المنتخب العراقي. هذه اللقطه، هذه التمريره، هذه الكره، هذه التسويبه، باين يضرب وباسل يستبسل وباسل يتألق. يا لها من ردة فعل كانت ممتازة من خلال اللقطة الماضية. كرة تعدي، كرة تمر إلى ضربة ركنية أولى مرتدة عن طريق فران، انطلق فران، توغل فران، صوب فران، سجل، والمنتخب الإسباني يتقدم. الفوريا روخا، منتخب إسبانيا يتقدم عن طريق القائدة في هذه الأمسية، إنه نجم برشلونة فران توريس بعد ربع ساعة من الصمود. الفوريا روخا بطل أوروبا منتخب إسبانيا عن طريق فران يسجل الهدف الأول لوحده. يعني فران توريس أخذ الكرة لوحده دون أي عملية اعتراف في اللقطة الماضية من أمام دفاع المنتخب العراقي. كرة ملعوبة الآن طويلة، اللعب المباشر الآن ممتازة جميلة، محاولة عن طريق دوسكي، عرضي، الله الله، للتاريخ، للتاريخ يا عراق، للتاريخ يا أسود. مرخص دوسكي يسجل هدف عالمي خرافي للمنتخب العراقي. دوسكي، ما هذا يا دوسكي، ما هذه الروعة، ما هذه المتعة، ما هذه اليسرى، ما هذا الجمال العراقي. يا سلام على المنتخب العراقي. الأسود تكشر عن أنيابها هنا في هذه المواجهة، تكشر عن أنيابها عن مخالبها. يا سلام. جوان غارسيا تحمل أكيد جوان غارسيا، لكن أيضا تحسب الكرة، تحسب لدوسكي، بينما الكرة الآن في محاولة تسويبة تأتي، لكن أيضا تغطية موجودة على طول من جانب الدفاع. تعود مرة أخرى هنا عن طريق جافي، مرة المحاولة إلى خارج الملعب. هدف للتاريخ لمن يريدون صناعة وكتابة التاريخ في مونديال 86 أو بعد مونديال 86 في المكسيك بعد 40 سنة من الغياب. داني أولمو صوب في اللقطة الماضية، لابورت يحاول فيها، حولها عن طريق باينة، قلت خطورته. براين بايش والأدوار الدفاعية، كرة ما زالت هنا بغير اتجاه اللعب، جميلة إسبانية إلى فران توريس، فران مرور، فران ما زال، فران بكرة عرضية، حذاري براين بايش، إبعاد، تغطية مرة أخرى. جريمالدو، باينة، كرة ملعوبة الآن عرضية، فرصة إسبانية، جافي 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 جافي، تغطية ممتازة، تغطية كانت ممتازة إلى بورخا إغلاسياس. ترجع المحاولة، وين الكرة المرتدة، فران والعارضة، يا الله يا الله على كرة فران توريس، يضرب مرة أخرى، يريد أن يسجل من جديد، ولكن كرة تمر، كرة تعدي إلى ضربة زاوية. نعم، ضربة ركنية لمنتخب إسبانيا. هذه الكرة يبدو لي أنه نعم بعدها أحمد باسل إلى خارج الملعب.
في ملعب رياثور في مدينة لاكارونيا. عدد كبير من التغييرات في تشكيلة المنتخبين، بينما النجم الأبرز أيمن حسين سيأخذ مكانه. شوف تقديمات أرنولد براهام تم افتتاحها في 28 أكتوبر من عام 1944 واللي تم تجديدها في الفترة الماضية. شوط أول كان رائعا، كان ممتازا للأسود. قدمت إسبانيا أولا بهدف فيران توريس، بينما عاد المنتخب العراقي بهدف ميرخاس دوسكي. إذن المحاولة الأولى، كرة إسبانيا أولى قوية مرت إلى خارج الملعب. يا الله، في منتهى الخطورة. هذا هو جيسوس يصوب، لكن أيضا كرة تمر إلى خارج الملعب. اسماء الشابة يشاركون في هذه المواجهة. أو خيسوس، عودة مرة أخرى، جافي والاستلام، تغطية موجودة، أيمن ولمسة أولى ما زالت هنا للمنتخب العراقي. واصل الكرة في الجهة اليسرى، هذا العراقي اللي لاعب كنا نسمعها كثيرا، جهزوا كأس الذهب. يا سلام، بعد الفوز طبعا بلقب بطولة آسيا كافيدي في 15 من الشهر إن شاء الله، ثم الثانية من أمام المنتخب السعودي، الثالثة من أمام أوروغواي. كرة ملعوبة طويلة عالية للأمام في الناحية اليمنى. إبراهيم بايش الآن يتقدم، إبراهيم مار، إبراهيم عدى، لكن التغطية موجودة من أمامه لمصلحة المنتخب العراقي. ترجع الآن واحدة على رأس حسين، زيد يتقدم، قلوب الدفاع يتواجدون في المنطقة. الضربة الركنية للعراق الآن، عرضية خطيرة بالراس، ما زالت المحاولة، الكرة في منتهى الخطورة لكنها تبعد. شوف ما شاء الله، شوف ما شاء الله، واحد أمامه وواحد على يمينه وواحد خلفه وواحد طاير من جنبه. مع ذلك أنه أيضا جوان غارسيا بالرغم من ذلك لم يصل إلى كرته. يؤكد أمر ما بكل تأكيد لدي لا فوينتي. كرة ملعوبة الآن، عرضية خطيرة إسبانية ولكنها تمر إلى خارج الملعب. كرة إسبانيا من على الأطراف واضحة هنا. شوف الكرات العرضية، لكن برافو منتخب العراق وشاهد يدافع بشكل جيد على مستوى دفاع الكرات العرضية اليوم في هذه المباراة. دوسكي يغادر، أحمد يحيى ياخذ مكانه، أحمد قاسم يشارك. في أيضا لحظات يحاول أن يدافع بشكل متقدم. هذه الكرة طويلة عالية خطيرة غونزالو، ولكن أيضا التغطية موجودة، تبعد من مناف يونس. مرة أخرى هنا ما زالت باينا، تمريرة بينية من باينا، حالة تسرع غريبة. يرمي بينو كان متسللا، اوفسايد كان واضح. استطيع ان قول انه حتى الان العراق بدون اخطاء. شوف غونزالو هنا، استلامه للمنتخب العراقي في مباراة الليلة. يبدو ان احد الاسماء احمد يحيى. السلام ان شاء الله لاحمد يحيى، تعرض لاصابه. لاعب نادي الشرطه، 30 عام، مباراة دولية رقم 20 لأحمد يحيى. هذه الكرة، هذه الإصابة. السلام إن شاء الله، السلام إن شاء الله. إذن يوسف أيمن مكان إبراهيم بايوش. يوسف اللي أمام المنتخب السعودي، الأخيرة أمام أوروغواي. كرة فيها محاولة الآن، ترسل طويلة في الجهة اليسرى،
من جهة اليسار علي جاسم، يوسف أيمن عند المهارة. يوسف يتقدم الآن هنا من الجهة اليسرى، كرة ما زالت الآن المنتخب العراقي يريد هدف ثاني. المنتخب العراقي للمنتخب السعودي، المنتخب المغربي، التونسي، الجزائري والمصري بكل تأكيد. هذه محاولة كرة فيها خروج ممتاز من جانب حارس المرمى ماركو كوريا. فيكتور مونيوث، رايا، بيدري، ويليامز، لامين، يا ساتر.